السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مغامراتي وهواياتي. النهاردة اخواتي هنجهز مع بعض عدة صيد بالغماز. عندنا هنا قصبة، عندنا مكنة، عندنا خيط اساسي للمكنة، عندنا خيط ترميل وشوش، غماز، زناق، خرزة، تقل او رصاصة، وعندنا السلاح او السنار زي ما بتسموه. هنبدأ مع بعض كالآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك القصبة بالمنظر ده، نجيب المكنة هنحطها في القصبة، هنقفل بالمنظر ده، اتأكد انك قفلت كويس جدا. تمام. هنيجي هنا نبتدي نخلع الغطا بتاعها، نجيب الخيط الاساسي، اتمنى يكون واضح عندك. هنعدي من اول دبلة، يعني هي اول دبلة بس مؤقتا. هنفتح هنا البقاب وهناخد من البقرة بالمنظر ده، وهنيجي هنا بقى هنشبك الخيط بالمنظر ده في الحلة بتاعت المكنة، وهنيجي من الناحية دي هنمسك الطرف ده بالصباعين دول، هنلفه على الصباع مرة كمان، وهنيجي من تحت كده. لو تلاحظ الخيط الاساسي هو اللي تحت في ايدي مستقيم، والدوريتين اللي انا عملتهم من فوقهم. هنمسك الخيط الطرف التاني هنعديه من هنا، دي مرة، 2، 3. هنبتدي نشد بعيد عن بعض، هتلاقيها عملت معاك زي مشنقة كده، بس قفلت خالص اهي. كويس كده. تمام. هنيجي هنا وهنروح قاصين الخيط الزيادة، نبتدي بقى نفتح القصبة، تلاقيها طبعا هنا بتسحب معاك من البقر. بسم الله. لحد ما تبقى معاك بالمنظر ده، تروح قافل المقب، كده احنا ملينا الحلة بتاعت المكنة بالخيط ال40 الاساسي بتاعنا زي ده. تمام. هنبتدي بقى نشوف هنجهز ازاي القصبة. اول حاجة هناخد الخيط ده من هنا كده، اتأكد ان المقاب بيبقى مفتوح والخيط طالع من الحلة. تمام. اقفل بقى المقاب، نبتدي نيجي هنا عند الدبل. بسم الله. 1، 2، 3، 4. انا عندي هنا القصبة 4 دبل، ايا يكن بقى نوع القصبة اللي معاك، ايا يكن
عدد الدبل اللي حضرتك هتعمله بنفس المنظر ده. نيجي من هنا هنبتدي ندخل الزناق، بعديه الغماز، نقفل كده، نتأكد ان احنا قفلنا عشان ايه يمسك نفسه. الرصاصة خرزة، ممكن نربط بعد الخرزة هنا المدور، بس انا يعني ما في طرق اسهل من المدور يعني بما اننا مبتدئين ولسه بنتعلم. هنيجي هنا هنتني الخيط بالمنظر ده، اتمنى يكون واضح عندكم. تنينا الخيط، هنعمل عقدة صباعنا كده، نعدي منها 1 2 3، شد كده بالمنظر ده، ونقص الزيادة. ماشي. عايزين نعرف هنا الرصاصة دي توزن الغماز ولا لأ؟ خليك معايا اخويا وحبيبي. هنيجي هنا اخويا وحبيبي، معلش عشان انا مش قدامي نيل او ترع او اي ميه، فهنستعمل الجردل كمجس للميزان بتاع الغماز. هننزل كده الغماز في طوفي على وش الميه، مش باين منه غير الجزء الاحمر بس، كده الميزان مظبوط بين الرصاصه وبين الغماز. معلش كده اخويا وحبيبي، احنا دلوقتي داخلين في مرحله اللي هي بتاعت ازاي هنربط السناره، او ازاي هنربط الهوك، او ازاي هنربط السلاح. فهنا انا في العادي في النيل بشتغل بسلاح صغير زي ده، اللي هو 5 أو 6 أو 7 ايا يكن، بس انا عشان اوريكم والطريقه تبقى واضحه عندك، فانا هشرح لك على الهوك ده وبالخيط الكبير ده، خيط 70 تقريبا، عشان يبقى واضح عندك، بس اتمنى يكون واضح عندك في الكاميرا. ماشي تمام. اول حاجه هنعملها اخويا وحبيبي، هنمسك الهوك بتاعنا كده، هنجيب الخيط هنعديه بمستوى المعلقه او بمستوى الهوك من تحت، من هنا هنمشي الخيط بنفس المستوى كده. هنجيب شويه خيط وهنعمل دوريه كده بالمنظر ده كده. عندنا دوريه وعندنا الخيط تاني معاك من الاول تاني برضه اهو. هنجيب الخيط كده بالمنظر ده، هنمسك الهوك كده لفوق، هنجيب الخيط هنمشيه عادي خالص كده قدام السلاح، هنجيب الخيط الاساسي وهنعمل دورية كده. هنبتدي نمسك الخيطين مع بعض كده بالدورية اللي احنا عاملينها، ونلف نص الدايرة كده، 1 2 3 4 5 6 7 زي ما انت عايز تقول، زي ما انت عايز تعمل. بعد كده هنمسك الخيط من هنا، هنشد كده بالمنظر ده قفلت معايا. نرجع الخيط بتاعنا على المعلقة كده، نجيب القصافة او المقص وهنقص كده، هيبقى بالمنظر ده. اتمنى يكون واضح عندك في الكاميرا.
ماشي ماشي. نركن ده بقى كده خالص، مش عايزينه ولا ده. دلوقتي هنسحب للوش بتاعنا من الخيط ال25 بتاعنا، هنسحب كده قد قيمة متر، وهنقص المتر او المتر وعشرين ايا يكن الوش اللي انت عايز تعمله. عايز تعمل وش طويل وش قصير براحتك اخويا وحبيبي. وهنمسك السلاح كده زي ما عملنا في الهوك الكبير، اتمنى يكون واضح عندك في التصوير. وهنعمل الدايرة بتاعتنا تاني كده، وهنمسك الدايرة بالسلاح بكل حاجة كده، وهنلف 1 2 3 4 5 6 7 اخويا وحبيبي. وهنشد كده ونرجع السلاح كده ونأكد كده، نقص الزيادة. نيجي على الخيط من الناحية التانية كده، نجيب السلاح نحطه كده نفس اللي عملناه في الناحية الأولانية. نعمل دايرتنا كده، لف 1 2 3 4 5 6 7 8 براحتك. وهنشد كده بالمنظر ده ونشد. رجع طبعا الخيط بتاعك كده على المعلقة، شد أمن، اظبط السلاح كده، قص الزيادة كده. انت جاهز وربطت السنارتين. هنيجي من الناحية دي هنعمل كده، هنسيب فرق بين السنارتين 5 7 سنتي 10 سنتي براحتك. وهتيجي من الناحية دي، اتمنى يكون الخيط واضح عندك، هتعمل عقدة كده واحد 2 3. بص انا بكلمك بما يرضي الله، دي اسهل طرق انا بشتغل بيها وربنا بيكرمني وبيراضيني وباخد احلى سمك. شد كده، ادي السلاح، وادي الخيط الاساسي اللي جاي من السنارة، وادي الخيط الاساسي اللي جاي من الوش. همسك خيط الوش كده هدخله في الخيط الاساسي اللي جاي من السنارة كده، وافتح الدايرة كده بتاعت السنارة، وهمد ايدي هاخد طرف الخيط اللي فيه السنارتين او اللي فيه السلاحين كده بالمنظر ده، وهبتدي اشد. مسكت بقت زي الفل. ادي الوش بتاعنا في المظبوط منه. لو عجبك المحتوى ما تنساش الاشتراك في القناة، وبإذن الله هعمل لكم برضو طريقة ربط الحداف بالرصاصة، وهعمل لكم طريقة الفلة المجنونة في البحر. خليك معايا، تابعني اخويا وحبيبي. بيكو بدأنا ومعاكو هنكمل ومعاكو هننجح بإذن الله. شكرا.